السلام عليكم ورحمة الله في قناة عبدو سبور. مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن خاوتنا الكرام. بلاطو تاع المروك هادو ما حبوش يحشموا خاوتنا، والله العظيم غير ما حبوا غير الكذب وتنوفيق وصايمين. كانوا كانت رجعت حصة الطبخ قبل ما تبدا الحصة، حكاو على حصة الطبخ والمأكولات ويشروا على الجزائر وما عندناش. معليش خلينا، معليش روح لونيسكو وشوف. انا ما نهضرش، ما تهضرليش في بلاطو يا خراط. ندخلوا في الملاعب، قال لك البيان تاع النفي خاوتنا تاع سونارجيس، البيان تاع النفي تاع سونارجيس كانت بلعت فم هادوما في بلادهم بيناتهم، كانت بلعت فم هذا بدر الدين وجماعته. واليوم عاودوا كذبوا، زادوا كذبوا على الناس، لانه سونارجيس قالت لهم انا ما نديرلكمش وقت تاع الملاعب، ما يقدرش ننفي وش يتخرج وسائل الاعلام تاع المروك اللي قالت على شهر وعلى اوت وعلى كذا كما كان يكذب عليهم الكذاب الكبير القجع. اليوم زاد عاود ولا التنويم المغناطيسي من هذا البلاطو انه الملعب تاع مولاهم حسن اللي تلعب فيه زملاء رياض محرز قال لك خلاص كمل، وقال لك خلاص بقات له روتوشات. ومنا دوك تشوفوا بالصور خاوتنا هذا اللي كمل قال لك حتى 40% 45% والاخر يقول له 38%، كل واحد واش يغني، وبقات 60% والاخر قال له داروا المدرجات. دوك تشوفوا التبهدايل خاوتنا الكرام، تشوفوا الكذب بعينيكم. هما اللي جابوا الصور وهما اللي جابوا الصوره القديمه والصوره الجديده وقارنوا بيناتهم. والله يا خاوتي دوك تشوفوا بعينكم المقارنات. هي حطوا لهم زوج دروج واحد زوج، قال لك خلاص الملعب بالك يستغبوا في شعبهم، وشعبهم يامن. هاي اللي تتعير شعبهم يامن وما يقدرش يتكلم. يامن لازم تامن الملعب كيما كان. دوك تشوفوا الصور تسمعوا مش تكلموا. زادوا حطوا لهم مدرج ومدرج كوتي يا كوتي تاع قال لك المنصه الشرفيه، والاخر كاع كومبلي ورشه. قال لك الملعب سي بون خلاص اوتي يوجد. ودوك تسمعوا واش قال. تابعوا معنا الفيديو. جد المفتعل وبناء على واحد لانتوكس ونحن نعرف جيدا على ان اليوم يجب، وانا وقلت غير مره ان يجب ان نكون اعلاميين وعلى مستوى الراي العام الوطني ان نكون حذرين في مستويات عاليه من اليقظه، لان هناك اختراقات متعدده، عمليه اشاعه واحد الاخبار زائفه، وربما من الاخبار الزائفه التي تناقلتها وسائل الاعلام وما اكثرها هو ان سونارجيس ربما اصدرت بلاغا تحدد فيه مواعيد افتتاح ملاعب كاس افريقيا للامم، في حين انه ورد بعد ذلك تكذيب كامل من هذه الشركه شركه سونارجيس، الا ان الرد جاء ردا رسميا ومن مؤسسات حكوميه ومن لجنه قياده يقودها رئيس الحكومه بمعيه الوزراء او الوزارات المعنيه بعمليه التهيئ او تحضير ملاعب ديال الكان. واعطيت في واقع الامر التواريخ المضبوطه التي سنسجلها جميعا في الاجنده، باش كل ما غادي يفتتحوا هذا الملعب نقولوا راه تقال بانه مركب عام الخميس بالدار البيضاء مع نهايه شهر مارس ان شاء الله غادي يكون هديه عيد الفطر السعيد لجماهير الغريمين الوداد والرجاء. ونتمنى ان تكون اول مباراه في بحال اللي قال السيد رئيس الجامعه تكون مباراه ديال الوداد والرجاء. هذا الملعب لو يتكلم عليه خاوتنا باش نذكر جماهيرنا الكرام فقط، هذا الملعب باش مغطي واحده، بدلوا له الكراسه زوج وبدلوا له ارضيه الميدان ثلاثه. هذه الامور حنا تصرى عندنا يوميا. دوك ما نقارنش بيناتنا، ما داروا حتى ملعب جديد. هذا ملعب داروا له كراسه كيما حنا كنبدلوا الكراسه تاع سان جويي، من داك تكون جايز طوموبيل تلقاهم يبدلوا، تنفع لهم يبدلوا كراسه. هكذاك هادو بدلوا كراسه وراهم حايرين في حاجه. شفتوا المضمار هذاك اللي معروف بالاحمر داروه بالازرق كيما كنا دايرين تاع سان جويي حنايا كي بدلناه، كنا دايرين بالبلو حاروا فيه، اقسم بالله غير حاروا فيه. قال لك بالازرق. تابعوا معنا. تابعوا. المركبات الاخرى مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط، مركب ملعب طنجه الكبير، ملعب اكادير، ملعب مراكش، وملعب فاسدي، 4 ملاعب ان شاء الله غتكون ما بين نهايه ابريل ونهايه ماي وبدايه يونيو. الملعبين الاخرين المتبقيين او 3 ملاعب المتبقيه اقصد بذلك ملعب مولاي الحسن، اقصد بالرباط، اقصد بذلك ايضا الملعب الاولمبي بالرباط، ملعب البريد. هذه ملاعب لانها هدمت وبنيت بالكامل وفي وقت غادي يكون وقت قياسي. نهايه الاشغال غتكون في شهر غشت، نهايه شهر غشت، ما يعني على ان هذه الملاعب بجميعها الملاعب 9 اللي موضوعه
في من طرف الجامعه ومن طرف الكاب لاستضافه نهائيه كاس افريقيا الامم غتكون جاهزه عن اخرها 4 اشهر قبل بدايه كاس افريقيا الامم. اذا باش ننهيو هذا الجدل العقيم وننهيو ايضا هذه الاشاعات المغرضه التي تاتي من كل مكان باش ناكدوا على هذه الخصوصيه. وهذه اجنده اتمنى ان كل واحد فينا يكون حاط هذا مسخوط. سونارجيز هي اللي خرجت النفي، ماشي ما كاش اشاعه. سونارجيز خرجت النفي، خرجته كاشيرون كاشيكاري قالت لكم سكتوا يا اعلام، ما رانا حاطين حتى موعد تاع الملاعب. انتم اللي خرجتوا تهضروا تقولوا غشت هذه غشت. مازال ما فهمتش انا الا كان مذكوره في التاريخ في المعجم العربي ولا لا. غشت التواريخ في ذاكرته او في جيبه الصغير، حتى اذا ما اطلع يوما على شائعه او على انتوكس او على خبر مغرض انه يقول لا، يرجع الى الصواب اللي هو هذيك الاجنده اللي تحت. وكيفاش تشوف سي بدر الدين؟ هنا نرجع لك فؤاد في انه الصور غنيه عن كل تعليق. الاشغال تسير مسيره سريعه. سي بدر الدين انت كتشوف الاليات والالتزام ديال الدوله المغربيه بكل الامور المتعلقه بالملاعب. منبطح هذا منبطح، راح يكذب على الشعب في وجههم. دوك تشوفوا خاوتنا، تابعوا معنا الصور راح يتكلم عليهم. دوك نحطهم لكم هنا وقارنوا، تابعوا معنا واش راح يتكلم من بعد يحطوا الصور. تتشوف الان الاشغال تسير بواحد الطريقه معقوله محترفه الى غير ذلك. فؤاد دابا بداك بمركب الامير المولاي الحسن بالرباط اللي كما شار السي بدر الدين هدم بالكامل، واليوم يظهر بصوره جديده على مستوى الاشغال الى غير ذلك. وتمشي الاشغال بواحد وتيره سريعه. المعالم ديال المدرجات بدات كتبان. وهنا فؤاد باش نوضحوا الصوره للمشاهدين الكرام، الصوره الاسفل هي قديمه شيئا ما 20 يوما بعد الصوره الاولى، قبل الصوره الاولى. الصوره الاولى الفوق فؤاد فعلا هي الجديده، والصوره التحتانيه ديال الملعب هي قبل 20. اقسم بالله غير تلفت له هو بيناتهم، تلفت له حتى وين شاف بالله محطين كراسه باش ما عرفش وين راهي الاولى وين راهي الدوزيام. تلفت له باسكو ما تبدل والو. زيدوا تابعوا معنا. 20 يوم قبل 20 يوم. تفرض هذا 20 يوم. شوف تبارك الله شنو وقع لهاد الاشغال الى غير ذلك. تفضل فؤاد واعطينا الملاحظات ديالك، واعطينا بعض الافكار اللي انت حملتيهم بخصوص هذا الملعب. فعلا زميلي جلول، وكما سبق الذكر هذه ما يقارب 20 يوما او 3 اسابيع بالتحديد كنا قد تحدثنا عن الملعب مولاي الحسن، على البدايات الاولى ديالو. اول حاجه على مستوى الحفر، على مستوى التبليط ديال الارضيه التولول، يبدو انه داخل رقعه الملعب انت كتشوف ان المعدات وايضا الاليات وكل الجرافات وايضا حتى بالنسبه للكل والرافعات الى غير ذلك، هذا غرش ومشتل عظيم جدا من خلال هذا العمل الاستثنائي اللي كيتقام. ما يعني انه الان وصلنا ما يقارب 35 حتى 38% من على مستوى البناء اللي ربما غادي يقدر يكتمل خلال الشهر المقبل من خلال المدرجات كامله. توضعات ايضا هنايا فوق المدرجات بدايه توضيب المنصه اللي غادي تكون اللي الفي اي بي الى غير مقصوره الى غير ذاك من الامور هذه بدات. اذا في نفس السياق ايضا بدا العمل ديال الانهاء والانجاز ديال بدر الدين تسييج الجدار ديال كما لاحظتي في الصوره. كاين المعالم ديال المدرجات ديال الملعب، وايضا هذه المدرجات سي بدر الدين باش نوضعك الصوره انا راه استغرقت شهر كامل، شهر فقط. كيفاش توضعات هذه المدرجات وتصوبت. مع الاول قال له استغرقت شهر كامل وبعد شهر فقط باش يعاود ينقص باش يلعب لك على السيستم نيرفو تاع ولاد بلادو باش شهر فقط. مع الاول قال شهر كامل وبعد قمم شهر كامل تبان طويله. لا شهر فقط. هذا البلاطو المنبطح هذا هو اكبر بلاطو اللي راهو ينوم في ناس بلادو، وتهجم علينا، تهجم على الدوله الجزائريه، يتهجم على الشعب الجزائري، يتهجم على وليد صادي اللي كان تهجم عليه في الحصه قديمه. هم حطوها اليوم في فيديوهات في اليوتيوب. حصه قديمه كان توجه على وليد، تهجموا على وليد صادي، يهجموا على كل شيء جزائري. هذا البلاطو المنوم خرجت انرجيس هذيك سونارجيس عفوا خرجت بيان نفي على جالهم، لكن هما عاودوا قلبوا البيان وقال لك باللي احنا رانا واجدين وسونارجيس راهي تتهم في كذا خلوطه ما عرفوش. والفضيحه الكبيره اللي انا جيت عليها اليوم هي الصور. تلفت له ما بين الصوره القديمه والجديده، قال له الاولى بعد الدوزيام
حتى وين شاف الاخر حطوا زوج تاع كراسه، تاع ماشي كراسه تاع دروج يعني لي تريبيل تم يخدموهم لداخل كيما كاع يخدموهم لداخل ويحطوهم. حنا في الجزائر لي تريبيل تشوفهم كيفاش يتخدموا، ما يتخدموش هكذا، ما يتخدموش هكذا، يتخدموا مع البيطون يجوا هابطين كلاك تخدم في دار. ليسونسيال هادو يخدموهم في الارض ويحطوهم. هاد داروا دو تريبيل راكم شفتوهم كيما كنتو تشوفوا في الصور. دو تريبيل قال لك بلي الملعب خلاص 40% انتهت وراح يوجد. انا نقول لكم من هذا المنبر رغب نشوفوا الملعب وجد تاع مولاهم حسن هذاك تاع الرباط. اقسم بالله ما انا منكم نقول لكم علاش، خاطش كذابين. نقول لكم علاش ثاني، راح تشبحوا من برا. وين يشوف احمد يا المشبح من برا وشحالك من الداخل باش تكمل لي ملعب من الاوت كيما راك دوك تقول من الاوت، ملاعب فيني بالاضواء الكاشفه ديالها، بالتلفاز العملاق، بالداخل واش فيها واش كاين منشات الداخل كيما عندنا في الملاعب ديالنا. صدقني ما تكملها. انا نقول لك من هذا المنبر راك تبهدل روحك، غير بدل الملاعب ولا دوك تجيكم عفسه في البلاد راح تبدلوا بها كاس افريقيا وتقولوا باللي ما نديروهاش لانه كذا وكذا راه صرا في بلادنا وترقبوها قريبا. هذا واش غنقول لكم. سلام.